مساء الخير يا ولاد. النهاردة بما اننا في المكتبة هنتكلم عن موضوع ونطرحه للنقاش. ايه هي اصل اللهجة المصرية؟ هناك بعض الكلمات ليها اصل ومعنى، وهنطرح الموضوع للنقاش بيننا وبين بعض. ايه رأيكم؟ موضوع جميل جدا يا مس، بس انا ليا سؤال. ايه كلمة طز اللي بيقولها كل المصريين على كل لسان؟ دي معناها ايه؟ كلمة طز يا عمر دي كلمة تركية ومعناها الملح، وان الملح كان ارخص سلعة. المصريين بيقولوا على كل حاجة تافهة كلمة طز. الملح ما كانش عليه جمارك، وكان التاجر بيقول للموظف بتاع الجمارك طز، يعني كلمة ملح معلهوش جمارك. طب معنى حراشي ايه؟ دي كلمة يا خراشي بترجع لعهد الدولة الفاطمية، ودي كانت من 1000 سنة. كان شيخ الأزهر اسمه محمد الخراشي، وكان بينادوه إذا وقع ظلم أو مصيبة ويروح يحلها. تصور بقى يا عمر إن كلمة سيس معناها إيه؟ معناها البلح الفاسد اللي بيقع من النخل ومحدش بياكله، ومعناه إن الإنسان ده ملهوش أي لازمة. ودي كلمة تركي أصلا. عبيط اصلها ايه ومعناها ايه؟ كلمة عبيط دي كلمة فرعونية ومتكونة من كلمتين ع وبيت. ع معناه حمار، وكلمة بيت معناه شخصية. الكلمتين لما يتجمعوا على بعض معناه حمار الشخصية. طب كلمة شلق دي معناها ايه واصلها ايه؟ زي ما الناس بتقول الولية دي شلق. كلمة شلق دي برضو كلمة فرعوني ومعناها بيمتد أو بيمط. طب اصل كلمة تنح، زي ما بتيجي تسألي طالب كده سؤال ويبصلك ويتنح. كلمة تنح دي كلمة جاية من كلمة تناهو، ودي كلمة قبطية ومعناها إنه خجول أو بيستحي. هلس ومرمطة دول اصلهم ايه ومعناهم ايه؟ كلمة هلس أصلها من كلمة هيلوس، ودي كلمة يوناني ومعناها الفساد أو التلف. أما كلمة مرمطة دي أصلها فرعوني، جاية من كلمة مرمطة، ودي معناها ألم أو وجع. تاتا تاتا خط العتبة، أغنية كانوا بيقولوها لنا زمان، أصلها إيه ومعناها إيه؟ تاتا تاتا خط العتبة أغنية جميلة كانت بتتقال للأطفال اللي بيتعلموا المشي. زمان كان في شركة عربيات هندية اسمها تاتا، وكانت موجودة، والشركة دي عملت أتوبيسات. أول خط مواصلات ليها كان بيربط ميدان العتبة. لما حد بيسأل يقول إزاي أروح العتبة كانوا بيقولوا له اركب تاتا تاتا خط العتبة، ومن هنا جت أغنية تاتا خط العتبة. كلمة استبينا بقى معناها إيه؟ دي كلمة إيطالي ومعناها اتفقنا أو كله تمام. حد منكم بقى يعرف كلمة أونطجي أو أونطة جاية من كلمة إيه؟ مش عارف، قولي حضرتك. أونطة يا سيدي جاية من النصب والاحتيال، والأونطجي هو النصاب. الكلمة أصلها تركي، جاية من كلمة أفانتا ومعناها الكسب الغير مشروع. طب كلمة بلطجي أصلها إيه؟ البلطجي أو البلطجة معناها فرض الرأي والسيطرة على الآخرين وإرهابهم، ودي كلمة في اللغة العامية لكن ملهاش أصل في العربي. ممكن نعرف إن أصلها راجع من اللغة التركية، وبتتكون من مقطعين بلطة وجي، يعني حامل البلطة. البلطة كانت معروفة إنها أداة للقطع والذبح. كلمة أفندم أصلها إيه؟ الكلمة دي بقى تركية الأصل ومعناها سيدي. طب كلمة أسطى أصلها إيه؟
كلمة أسطى يعني معناها صاحب حرفة وصنعة، وأحيانا بتتقال لسواقين التاكسي، ودي كلمة تركية جاية من كلمة أسطى. تعرفي بقى يا مس ان انا اعرف كلمة اوضة معناها ايه؟ معناها غرفة واصلها تركي. للأسف انتهت حصتنا يا ولاد بسرعة، والمرة الجاية نكمل موضوع جديد. بشكركم يا حبايبي، إلى اللقاء. شكرا يا مس، استفدنا كتير. الى اللقاء.